أنا نور، عندي 29 سنة وشكلي ما يتناسبش مع عمري خالص. ببان أصغر من سني وبتصرف بطفولية في معظم الأوقات، وأنا وحيدة بابا وماما، وبشتغل دكتورة في مستشفى عام وهي أكبر مستشفى في المدينة. بحب شغلي وعيلتي جدا. بس قبل ما نكمل نصلي على النبي. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. وحشتوني قوي من الحلقة اللي فاتت. يا ريت ما تنسوش اللايك، واللي بيشوف قناتي ولسه مش مشترك يشرفني بالاشتراك، وهستنى تعليقاتكم الجميلة اللي بتساعدني. ويلا بينا نكمل حكايتنا. الناس دي عاوزة ايه؟ حياتي بائسة بسبب تفكيرهم. عارفة ان عندي 29 سنة، وعارفة ان صحباتي اللي قدي فيهم اللي اتجوز واللي مخطوب. بس هعمل ايه؟ انا لسه ما لقيتش الشخص المناسب اللي يشاركني حياتي. وغير كده انا سعيدة. عندي احسن ام بتحبني وبتدعيلي دايما بالخير، وعندي اروع اب في الدنيا وحنين، وعارفة انه بيتمنى يشوفني متجوزة ويشوف احفاده زي اعمامي. وده اللي بيخليني احزن لما بشوف والدي حزين بسبب أعمامي، فهم دايما بيجرحوا مشاعره بسبب كلامهم عني، وإني هبقى عانس لرفضي لأولادهم وما وافقتش على واحد تاني. بس هعمل إيه؟ هوافق على أي واحد بسهولة كده؟ وتفكيرهم مختلف عن تفكيري. المشكلة مش في أولادهم علشان رفضتهم، المشكلة فيا أنا اتربيت معاهم وبعتبرهم إخواتي. إزاي هتجوز أخويا؟ وليه مش بيفهموني؟ ولما بقول كده بيفكروني برفضهم لأني أفضل منهم أو أعلى منهم مستوى في التعليم. فاكرة لما تقدم لي ابن عمي بسبب ضغط والده عليه؟ كنت وقتها عمري 25 سنة ورفضته لأني كنت لسه في التعليم، ولأن ابن عمي زي أخويا وهو عارف كده. وبعدها جوزه والده من بنت تانية، وكنت فرحانه له قوي لانه اخويا. بس والده يوم الفرح كان بيعاير بابا: ابني فرحه النهارده وبعد فتره هيبقى عندي حفيد، وانت بنتك لسه عندك وهتفضل عندك على طول. وبعدها عمي التاني خلى ابنه يتقدم لي، ووقتها انا رفضت لاني مش بحبه، فهو كان سيء جدا في تصرفاته وكمان بيحب التدخين. وبعدها اتجوز بنت اصغر مني، وكانوا لما بيشافوني بيحاولوا يغزوني، بس ما كنتش بهتم بموضوع جوازي اللي اتأخر. أنا عارفة إني بنت، وكل بنت بتحلم بفارس أحلامها، وأنا كمان بستناه بفارغ الصبر، ولما يجي مش هسيبه يمشي. أنا كالعادة بتجاهل اللي بيضايقني، مش ضعف مني، بس شفقة عليهم. أنا مش هشغل بالي بالكلام ده، فأنا عندي يقين بإن ربنا بيحبني وبيخبيلي الأفضل. وكالعادة بروح المستشفى بدري بعد ما أشوف بابا وماما وأفطر معاهم وأمشي علشان ما أتأخرش. وصلت المستشفى ورحت للمرضى بتوعي وأتابع حالتهم، ومفيش حاجة جديدة. دكتورة نور، دي بقى أسماء المتدربة الجديدة. بقيت أنا وهي أصدقاء مقربين جدا لأني أعرفها من قبل كده، هي ساكنة قريب من بيتي. أسماء، ليه بتصرخي كده؟ انتي نسيتي إننا في مستشفى؟ أسفة، بس أنا متحمسة جدا علشان كده اندفعت في ردة فعلي. وإيه السبب؟ في دكتور جديد جه وهو نفس سننا ووسيم قوي ومش متجوز. وأنا إيه علاقتي بالموضوع ده؟ بعرفك بس. ماشي، أنا عارفة هي بتقول كده ليه، علشان أنا وهي ما اتجوزناش وهو أعزب، وفكرت إنه ممكن يكون لحد فينا فرصة معاه. يلا، مش هنروح نستقبله؟ لا مش هروح، عندي مريضة لازم أتابع حالتها. خلاص هروح أنا لوحدي. أهلا يا دكتور، أنا المتدربة جديدة هنا، هيعجبك الشغل في المستشفى قوي. أتمنى كده. فين أوضة 6؟ عندها دكتورة نور بتتابع حالتها. ماشي، كويس، انتي بتتحسني وقريب هتكوني أفضل. شكرا ليكي يا بنتي. وقطع كلامها واحد دخل الأوضة من غير استئذان. انت مين؟ وازاي تدخل كده من غير ما تستأذن؟ بصلها من غير اهتمام وفحص المريضة. انت بتعمل ايه؟ مين سمح لك بكده؟ اخرج قبل ما انده الأمن. مفيش داعي، أنا الدكتور الجديد واسمي فؤاد، وانت الدكتورة نور صح؟ أيوة أنا، بس كان لازم تستأذن الأول، ودلوقتي أخرج علشان ما تزعجش المريضة بتاعتي. وخرج فؤاد وهو بيقول لنفسه: هي زي القطة الشرسة بس جميلة، هتبقى ليا قريب إن شاء الله. واحد قليل الذوق؟ بالعكس، ده لطيف ووسيم. نور، شفتي الدكتور الجديد؟ شفته واسمه فؤاد. قلتلك انه وسيم صح؟ يا ربي، هو انا الوحيدة اللي مش شايفاه كده ليه؟ وبعد الشغل رجعت نور لبيتها.
ماما بتعيطي ليه؟ دي دموع الفرحة، أنا وأبوكي فرحانين قوي. ليه يا ماما؟ إيه السبب؟ اتقدم لك واحد كويس يا بنتي، وهو دكتور ووسيم جدا. بجد والله؟ آه يا بنتي، ربنا عوضك خير عن طول فترة انتظارك وبعتلك واحد بالمواصفات دي. هو فين يا ماما؟ عاوزة أشوفه. جوه يا بنتي. ودخلت نور تشوف العريس المنتظر، واتفاجئت بدكتور فؤاد. دكتور فؤاد؟ بتعمل إيه هنا؟ بتقولي ايه يا بنتي؟ ده ضيفنا. اسفه يا بابا. مفيش مشكله يا عمي، انا هبطلب ايدك، انتي موافقه؟ ازاي بتطلب ايدي وانت اول مره تشوفني النهارده؟ لا، دي مش اول مره. لا، دي اول مره اشوفك في المستشفى. ده بالنسبه لك، اما انا فشوفتك قبل كده، وكمان اعجبت بيكي جدا قبل ما اسافر، واتفاجئت لما رجعت ولقيتك لسه ما اتجوزتيش. انا هسيبك دلوقتي ومستني ردك. ايه رايك يا بنتي؟ بابا أنا شفته النهاردة، بس إزاي تتوقع مني إني أجاوب وآخد قرار بالسرعة دي؟ بس أنا عارفه هو ساكن قريب من بيتنا، وهو طيب وكمان دكتور، ومظهره جميل وغني لأنه عاش فترة طويلة في الخارج. بابا اديني وقت أفكر. ماشي يا بنتي. ومشيت نور وحست وقتها إن أبوها أخد قرار إنها تتجوزه، فهو متحمس جدا للموضوع. حبيبتي ألف مبروك، أخيرا هنفرح بيكي قبل ما أموت. حطيت ايدي على بق ماما. ما تقوليش كده، ربنا يديكي من عمري وتفرحي بيا وتشوفي عيالي. وخرجت امي وسابتني، وغيرت هدومي وقعدت افكر في كلام فؤاد. وصحيت بدري وفطرت مع بابا وماما، ما هو النهارده اجازتي وعاوزه اقضي اليوم معاهم. نور حبيبتي. نعم يا بابا. ايه، اخدتي القرار؟ اه يا بابا قررت. وقررتي ايه؟ موافقه. بجد وافقتي؟ ده اسعد يوم في حياتي يا بنتي. اه يا بابا وافقت. وقالت في نفسها مع إني مش مرتاحة لفؤاد ده، بس وافقت علشانكم. هكلم فؤاد وأقول له يجي ونتفق على كل حاجة. نور وافقت يا فؤاد، تعالى نتكلم ونحدد ميعاد الخطوبة. ماشي يا عمي، أنا جاي. وبعد ربع ساعة، حبيبتي افتحي الباب. ماشي يا حبيبي. اتفضل يا فؤاد. شكرا يا عمتي. أهلا أهلا، اتفضل يا ابني، انت جبت عيلتك معاك؟ اه، أنا عاوز نتعرف. أحسن برضو. ودخلت والدة نور تناديها. بسرعة يا بنتي علشان تقعدي مع العيلة. حاضر يا ماما، أنا خلصت أهو. ودخلت ولقت فؤاد قاعد جنب باباها، وباين إنهم اتفقوا. وكان في ست قاعدة جنبه، وتقريبا عمرها في الستينات، وجنبها بنت في العشرين. اتفضلي يا بنتي. أهلا يا نور، اتأخرتي. أسفة إني اتأخرت عليكم. واتفاجئت برد والدته. لا يا بنتي، انتي ما اتأخرتيش ولا حاجة، بس فؤاد ابني دايما متسرع. بصيت لها وابتسمت، وعرفت إنها والدته، والبنت دي كانت أخته. وبابا قرر إن تاني يوم هنروح نجيب الدبل، وبعدها يوم الخطوبة، وبعدها بشهر الفرح. وبعدها مشيوا كلهم. واتكلمت مع بابا. ليه حددت كل حاجة بسرعة كده يا بابا؟ فؤاد هو اللي حدد يا بنتي، وأنا كنت عاوز أفرح بيكي فوافقت. ويوم الخطوبة هتسألوني ليه ما تكلمتيش عن يوم شراء الدبل؟ لأنه ببساطة مش مهم. فؤاد كان هو المتحكم، وما كانش بيدي رأيي أي أهمية. كنت هناك بس علشان ياخد مقاسي، وهو اللي بيختار. وحاولت أختار أنا بس ما سمحليش. سبته ورحت الشغل. كان في حالة طارئة مع إنهم طلبوه، بس هو رفض. وفي الخطوبة جه فؤاد وعيلته، وكمان كل عيلتي حتى أعمامي، وكانوا بيظهروا الفرحة، بس ملامحهم مش بتدل على كده. وبعد الحفلة مشي الكل، وفضلت أنا وفؤاد لوحدينا. نور حبيبتي، ألف مبروك. الله يبارك فيك. ما كنتش حاسة بالفرحة. مش هتقولي لي حبيبي؟ ازاي خطوبتنا النهاردة وانا اعرفك من يومين؟ ازاي هقولك حبيبي؟ ماشي، هتقوليها عاجلا ام آجلا. اسفة، مش هقولها الا لما احس بيها من قلبي. طب بالنسبة للشغل، ماله؟ انا ما بحبش مراتي تشتغل او تفضل برا البيت لوقت متأخر. لازم تسيب الشغل. انا مش هسيب شغلي. انا خطيبتك لحد دلوقتي ومش مراتك، وانت دكتور زيي وبتشتغل في نفس المستشفى. ازاي عاوزني اسيب شغلي؟ أنا قلت كلمتي وخلاص. وسابها ومشي. وقتها حسيت إنه فرض عليا أوامره، أو مشي حزين من كلامي. شكله ما حبش اللي قلته. مش عارفة اللي قلته غلط في حقه، بس بالنسبة لشغلي فهو مهم جدا ليا. وبعد ما مشي فؤاد ما اتصلش بيا لحد بالليل، ووصلت لي رسالة من فؤاد.
بتقول لو مش هتعتذري أو تسيبي الشغل فمش هكلمك أو أشوفك لحد ميعاد الفرح. حاولت أتحكم في غضبي، مين هو علشان يتحكم في حياتي؟ أنا المسؤولة بس، ومش مسموح بإنه يفرض عليا قراره. هحاول أغير رأيه في موضوع إني أسيب الشغل. وتاني يوم في المستشفى استنيت فؤاد بس مجاش، انشغلت مع المرضى وخلص اليوم من غير ما أكلمه. وتاني يوم مجاش برضه، ورحت للقسم اللي بيشتغل فيه فلقيته سافر وهيرجع قبل الفرح بيوم. ولقيت صديقتي أسماء في الاستراحة، اتكلمت معاها عن فؤاد ونصحتني إن أثبت على قراري ولا أعتذر ولا أسيب الشغل. أسماء شجعتني على كده، وما كلمتش فؤاد لحد يوم الفرح. وعرف بابا ان فؤاد مسافر لان دي طبيعة شغله، فما قالش حاجة. ويوم الفرح اتصلت بالمكان اللي اجرت منه الفستان، واتفاجئت وقتها ان فؤاد اخد الفستان. اتصلت بيه ومردش، رحت بيته انا وماما لقيناه مقفول، وقالوا لنا الجيران انهم راحوا القاعة. ورحت هناك انا وماما وبابا لنفس القاعة اللي كنت هتجوز فيها. لقيت فؤاد قاعد وجنبه واحدة تانية لابسة فستاني، واللي كانت مكاني كانت هي أعز صديقة لي، وهي أسماء اتجوزت خطيبي وقعدت مكاني ولبست فستاني. حتى ما اعتذرتش مني لما شافتني هي وفؤاد، ابتسمت لي وشاورت لي بإيديها وكأن مفيش أي حاجة. وقتها أمي وقعت على الأرض، شلتها أنا وبابا ورحنا أقرب مستشفى، وقال لي الدكتور إن أمي ماتت من الصدمة. أنا دكتورة بنقذ حياة الناس، ودلوقتي أمي ماتت بين إيدي وما قدرتش أعمل حاجة ترجعها، وده بسببهم. أما بابا كانت كل نظراته اتحولت من حب ليا لكره. أنا مش بلومه، هو فقد زوجته الحبيبة وخسر فرحة بنته الوحيدة. بابا أنا محتاجاك، ما تبصليش كده، أنت اللي فاضلي. وفضلت عينيا تعيط على ماما وبابا، دي أصعب أوقات مريت بيها. فضلت أنا وبابا جنب ماما وأنا بعيط في صمت، مش على نفسي، على أمي اللي فقدتها للأبد. وتاني يوم عملوا عمامي كل تصاريح لخروج أمي علشان كان بابا في حالة صعبة. قال له عمي محمد ما تزعلش يا أخويا، كلنا له. وعمي محمود قال له هي دي السبب، هي كانت صغيرة ومستحملتش بسبب عمايلها فماتت. اسكتوا، هي بنتي ومش السبب، ده قدر ومكتوب، ما تعاتبوهاش على حاجة. اللي حصل ده هي ملهاش ذنب فيه. أما مراتي فده وقتها وساعتها، وأنا بحبها وهفضل أحبها للأبد. كلمات بابا كانت كالحياة بالنسبة لي، هو بيحبني بس حزين على ماما. وخرجوني بره وسابوا بابا مع ماما. فضلت ساعتين استنى علشان اشوفها، وخرج بابا وهو بيعيط، وبعدها خرجت ماما ومعرفتش اشوفها. ودخلوها عربية الاسعاف، وكنت معاها انا وبابا، ووصلنا للمقابر ونزلوا امي. ولقيت ناس كتير معرفهمش دفنوا امي، والناس عزوا بابا ومشوا، وفضلت انا على قبر امي اعيط، وبقيت بلوم نفسي، ما بقيتش طايقة حياتي بسببهم. انا مش هسيبهم. فقت من شرودي على صوت أصوات عمامي، أخويا أرجوك افتح عينك، محمود اتصل بالإسعاف. وجريت على بابا بسرعة، لقيته بيتنفس، حاولت أفوقه بس مش بيستجيب. بابا ما تسيبنيش، ما تسيبنيش زي ماما، أنا أموت من غيرك. وصلت الإسعاف ونقلناه المستشفى، وكنت بحاول أعمل إسعافات لبابا علشان يتحمل لحد ما نوصل المستشفى. وفي المستشفى ما تقلقش يا محمود، أخونا الكبير هيكون بخير بإذن الله. هي السبب، مش قادر اشوفها قدامي. انت عارف انها مش السبب، سيبها واهتم باحمد اخوك، هو الاهم دلوقتي. بعد كلام عمي لقيت عمي محمود هدي شوية، وجالي عم محمد وفضل يطمني على بابا وانه هيكون بخير واني مقلقش. وخرج الدكتور. بابا عامل ايه يا دكتور؟ طمني، هو كويس اقدر اشوفه؟ اهدي يا دكتورة نور، انت عارفة حالة والدك اكتر مني. انا أيوة، تشخيصك صح لحالة والدك، لما جبتيه قلتي إن حالته شبه جلطة، وطلعت هي. أيوة، وعملت الإسعافات السريعة، والفضل ليكي إن والدك عايش لحد دلوقتي. بس إيه يا دكتور؟ دخل في غيبوبة، ونستنى دلوقتي إنه يفوق علشان نشوف أثرت في إيه الجلطة. غيبوبة؟ لازم نستنى 24 ساعة علشان نشوف هيخرج من الغيبوبة ولا لأ. قعدت على الأرض قدام أوضة بابا من الصدمة، وسمعت وقتها كلام يجرح من عم محمود، وبقت مشاعر الغل تتغلغل في قلبي اتجاه أسماء وفؤاد.
ما قدرتش أسيطر على أعصابي، مشيت وسبت بابا مع إعمامي. كل اللي شغل تفكيري وقتها إن آخد حقي منهم هما الاتنين. وبعد ساعة محمود في النور مشيت بسرعة، ما قدرتش أوقفها. أنا قلقان عليها، مش عارف اللي هتعمله في نفسها. لقيت نفسي قدام بيت فؤاد وبصرخ عليهم بأعلى حسي ومحدش بيرد. واتجمعوا الجيران وقالوا لي إنه سافر هو وكل عيلته بعد الفرح على طول. وفي واحد من الجيران قال لعمها محمود اللي بتعمله نور: هي هناك، أرجوك راقبها وقولي هتروح فين. عملت إيه تاني؟ هي حزينة على أمها وأبوها وراحت عند بيت فؤاد تاخد حقها منه. وأذت حد؟ لأ، فؤاد سافر هو وعيلته. البت دي على طول بتعمل مشاكل، كويس إني ما جوزتهاش لابني. مش وقته الكلام ده، أنا هبعت لها ابنك أحمد. وليه هو اللي يروح؟ فكر قبل ما تتكلم، هي بنت أخوك وملهاش حد غيرنا دلوقتي. أمي حبيبتي، أنا أسفة، أنا السبب في موتك. ليه ما وافقتش إن أسيب الشغل؟ كان زمانك معايا وفرحت بيا وشفتيني بالفستان الأبيض، وكان زمان بابا فرحان. ماما تعالي خديني معاكي، ماما عاوزة أجيلك. استني يا ماما. استني يا مجنونة، بتعملي إيه؟ إزاي عاوزة تعملي كده في نفسك؟ أخويا أحمد أنت هنا. ارمي اللي في إيدك ده. لا سيبني أروح لأمي. أحمد ضربها بالقلم. ما فكرتيش لو عملت كده وفاق عمي وسأل عليكي هنقول له ايه؟ وعاوزة تبقي كافرة مش قادرة تصبري، هي نهايتنا كلنا. اخويا انا السبب في اللي حصل لأمي. لا مش انت السبب، ده قضاء وقدر. انت مسلمة وعارفة كده كويس، عارفة ان الفراق صعب، بس معاكي ابوكي بيحبك، لازم تبقي قوية قدامه علشان يتحسن. بعد كلام أحمد معايا حسيت إن أخويا وإن ليا سند في الدنيا. هو عطاني شعور جميل وخدني وداني المستشفى. بنتي انت كويسة؟ قلقتيني عليكي. أنا كويسة الحمد لله. واضح انت السبب في مشاكلنا وتشويه اسم العيلة. محمود اسكت بقى، انت مش شايف حالتها؟ وبعد ما عدى 24 ساعة استقرت حالة المريض. بس ايه يا دكتور؟ دخل والدك في حالة صدمة وده عمل شلل في الأطراف. شلل؟ يعني مش هيقدر يمشي تاني؟ هيتحسن بالعلاج الطبيعي، دي حالة مؤقتة، لازم تخرجيه من حالة الصدمة. تمام، ممكن أشوفه دلوقتي؟ هننقله لأوضة عادية وممكن تشوفيه. شكرا يا دكتور. مفيش داعي، ده شغلي. وبعد ما اتنقل دخلوا له كلهم. بابا انت كويس؟ وحشتني قوي يا حبيبي. الحمد لله انك خرجت بالسلامة، قلقنا عليك. الحمد لله انك خرجت سليم، كنت هتروح فيها بسبب البت دي. يا بابا ليه كده؟ عمي اتحسن بسرعة، نور قلقت عليك قوي، ما اهتمتش بنفسها، حتى ما كلتش بقالها يومين من خوفها عليك، علشان كده لازم تتحسن بسرعة. بابا انت ليه مش بترد؟ عاوزة اسمع صوتك. ابوها ما قدرش يتكلم. انا هجيب الدكتور بسرعة. انا اسف، هو مش هيقدر يتكلم بسبب حالته، لازم تخرجوه من حالة الحزن علشان يتحسن، ومع العلاج هيكون احسن بإذن الله. وبعد اسبوعين من خروج بابا من المستشفى حاولت كتير اخرج بابا من حالة الحزن. اما اعمامي فهم على طول مع بابا، وانا مش عارفة ابقى جنب بابا بسبب شغلي، علشان كده عينت ممرض يهتم ببابا لحد ما ارجع من الشغل. وسافر عمي محمد يشوف شغله برا البلد، وعمي محمود بقى من النادر لما بيجي يشوف بابا. بس احمد ابنه بيجي على طول هو ومراته وبيهتموا ببابا مع الممرض. اما انا لما ارجع من الشغل وابص لبابا وهو على كرسي متحرك ما اقدرش اتكلم، اموت من الحسرة والألم، لحد ما صابتني حالة من الحزن وفقدان الامل بسبب ان بابا ما بتستجبش حالته للعلاج. حاولت اخلص من حياتي بس فشلت. كنت أجبن من إني أموت أو أسيب بابا. ولما كنت واقفة عند السور كان السبب الوحيد لعدم موتي هو جارتي، هي أنقذتني، لأني شفتها بتقع على الأرض وهي مريضة سكر ووحيدة، بنتها الوحيدة اتجوزت وسافرت بره مع جوزها. ما قدرتش أسيبها، جريت بسرعة علشان أساعدها، هي في العمارة اللي جنبنا. ولما رحت لقيت عم مسعد البواب، أخدته معايا وطلعنا في الدور الأخير. لازم نكسر الباب، هتصل بالإسعاف. وفتح مسعد الباب. شيلها معايا ندخلها ونحطها على الكنبة اللي في الصالة. واتفقدت نبضها وعملت لها إسعافات علشان ما تدخلش في غيبوبة سكر. ووصلت الإسعاف وإحنا بندخلها الإسعاف طلبت من عم مسعد يخلي باله من بابا ويقول لو حصل حاجة. وفي المستشفى قال لي الدكتور إن حالتها استقرت. كلمت أحمد ابن عمي
وقلت له يجيب لي هدوم علشان كنت لابسة بيجامة ومش لابسة حجابي ومفيش معايا فلوس. انت كويسة وعمي كويس؟ حصل حاجة؟ هو كويس، انا مع جارتي في المستشفى، انا جايلك على طول. وبعد ما نقلوا جارتي للأوضة: انا زعلانة منك يا نور يا بنتي. مني انا ليه؟ واغمى عليها: هي مين وليه زعلانة مني؟ نور: احمد انت جيت؟ معلش اتأخرت عليك، الطريق كان مقفول، اتفضلي، أمنية حضرت لك الهدوم وهي مع عمي دلوقتي. شكرا يا احمد، مفيش داعي، يلا البسي علشان نمشي، الساعة بقت 6 ولازم اتابع شغلي واطمن على جارتي. ما تقلقش، امشي انت واستريح وانا هرجع البيت بعد الشغل. ماشي، بس افطري، سلام. مع السلامة. خلصت شغلي ورحت اشوف جارتي، هي وضعها مستقر، فائت وكمان شوية لازم تاخد علاجها في مواعيده وهتتحسن ان شاء الله. شكرا يا دكتور، اقدر اشوفها؟ ماشي، بس 10 دقايق بس. ودخلت عند جارتي واتكلمت معاها ورجعت البيت وفضلت أفكر في كل كلمة قالتها لي. قالت إنها شافت روح أمي وقالت لها إنها حزينة وزعلانة مني لأني بعذبها باللي كنت بحاول أعمله. يمكن أنا فقدت إيماني وضليت الطريق وعملت حاجات مش لازم إنها تحصل. لازم أعزز ثقتي في ربي. كانت الأفكار دي بتشغلني لحد ما جه أحمد ابن عمي يطمن عليا هو ومراته. يمكن دي أول مرة أكتشف ابن عمي بالطيبة دي. كان زمان بيضربني وكان عصبي جدا، أما مراته فهي ألطف وأجمل بنت اتعرفت عليها وبقت صديقتي. دلوقتي بعدت أفكار الشيطان اللي كانت في دماغي خالص. أما بابا حالته ما تغيرتش وكمان حياتي زي ما هي. الممرض جه يتكلم معايا: دكتورة نور، عاوز أكلمك في موضوع. اتفضل يا ماجد. أنا مسافر برا مصر، لقيت فرصة شغل برا هتوفر لي دخل كويس علشان اتجوز وقلت أعرفك قبل ما أسافر. خلاص هتسافر؟ أنا آسف، كنت أحب أعتني بوالدك، بس زي ما انت عارفة أنا خاطب من فترة طويلة وعاوز أجمع فلوس علشان أتجوز. ما تتأسفش، أتمنى لك التوفيق في حياتك إن شاء الله. أنا فعلا محظوظ إني اشتغلت معاكي، انت خليتيني ألاقي فرصة جديدة. أنا المحظوظة لأني عرفت شخص زيك باحترامك. فضلت أفكر مين هيعتني ببابا طول فترة شغلي لحد ما ألاقي ممرض كويس. وبعد تفكير طويل قررت أخد بابا المستشفى معايا، هسيبه في أوضتي اللي بستريح فيها وهقدر أهتم بيه وهيكون في ممرضين يهتموا بيه لما أكون مشغولة. ورحت لأوضة بابا: بابا اتفضل العلاج، عاوزة أقولك إني هاخدك معايا المستشفى، ههتم بيك بنفسي، مش هسيبك لوحدك. وتاني يوم جهزت الفطار وفطرنا وفكرت كمان ازاي هاخد بابا في المستشفى، مش عاوزاه يتعذب في المواصلات، وعلشان كده اشتريت عربية بسيطة بالقسط علشان بابا. ساعدني يا عم مجاهد البواب ودخلنا بابا العربية. شكرا يا عم مجاهد. على ايه يا بنتي؟ ده ما يجيش من فضلكم علي. وبعد ربع ساعة وصلت المستشفى. بابا دي أول مرة تشوف مكان شغلي، هاخدك على مكتبي. وبعد ما عرفت بابا على المكان رحت أوريه الاستراحة، خليت المكان مهيأ لراحة بابا. وصلت الممرضة علشان تهتم ببابا لحد ما أتابع المرضى وأرجع أطمن عليه تاني. أنا همشي يا بابا، اهتم بنفسك. ما تخافيش، أنا ههتم بيه. تمام ماشي. وبعد ربع ساعة: دلوقتي ميعاد علاج بابا، هروح أطمن عليه. وفي الممر شفت الممرضة: انتي بتعملي ايه هنا؟ ليه سبتي بابا لوحده؟ كان معايا تليفون فخرجت. ودخلت بسرعة: فين بابا؟ كان هنا. روحي دوري عليه. حاضر. وبعد ربع ساعة: عرفتي هو فين؟ لا ما لقيتهوش، ولا انا دورت عليه في كل مكان. بابا رحت فين؟ بس ازاي اتحرك؟ اكيد حد حرك الكرسي بيه. في مكان واحد ما دورناش فيه. فين هو؟ اخيرا بابا، كنت هموت من القلق عليك. بس ازاي وصل لأوضة الانتظار؟ واتفاجئت بإيد بابا بتمسك إيدي. بابا إيدك بتتحرك، روحي نادي الدكتور على ما اودي بابا الأوضة. رائع، دي معجزة. أنا حاولت معاه كتير بس حالة الشلل اللي عنده من الاكتئاب، بس معرفش إيه السبب اللي خلاه سعيد، بس ده كويس لأنه هيتحسن قريب. حضنت بابا وقلت له هتتحسن إن شاء الله. دكتورة نور، البنت دي هي السبب، هي اللي خرجته من الأوضة. انتي خرجتي بابا من الأوضة؟ أيوة أنا. اسمك ايه يا حبيبتي؟ أنا اسمي ملك. شكرا يا حبيبتي، بس ليه خرجتيه من غير ما تقولي لحد؟
هو كان حزين وأنا وحيدة بستنى أمي وبابا، ودخلت أشوف جدي ملقتهوش ولقيت عمه اللطيف. عمه اللطيف؟ ملك بحركاتها اللطيفة قدرت تسعد قلب بابا. هي راحت لبابا وقعدت على رجليه وحضنته، وفضلت تلف الكرسي يمين وشمال، وبسبب تحريك ايد بابا انها كانت هتقع، وده كان دافع لكده. ملك: نعم يا ملاكي. ملاكي؟ انتي انجزتي جدي وانا بحبك جدا. وانا كمان بحبك، ولو عاوزة تفضلي مع بابا وتلعبي معاه ماشي، بس والممرضة موجودة علشان ما تتأذيش، وكمان علشان بابا يتغدى وياخد علاجه. موافقة، بس هاتيلي آكل، أنا هموت من الجوع. حاضر، هاتلها هي وبابا. وجابت لهم الممرضة الأكل، وملك كانت بتأكل بابا. البنت دي جميلة فعلا. هي ذكية مع إنها 9 سنين وعندها مشاكل في القلب. ابتسامتها جميلة وعينيها صافية زي لون البحر. أنا بغير منها لأنها خلت بابا يضحك من قلبه. هي ببراءتها بتأكل بابا وهي ماسكة إيده، وبتخليه يمسك الأكل ويأكلها. إحساس جميل. إنها بتفكرني بأوقاتي مع بابا لما كنت صغيرة. دمعت عيني وبصيت لبابا لقيته سعيد. رحت وبوست راسه وخرجت وطلبت من الممرضة تهتم بيهم. ما تنسيش لما يخلصوا أكلهم ادي ملك علاجها علشان حالتها ما تسوقش لحد ما يجي الدكتور اللي هيعمل لها العملية. تمام، بس جت رسالة إن الدكتور هيجي بكرة. ماشي تمام. بعد ما خلصت شغل مشيت أنا وبابا، وكنت سعيدة علشان بابا حرك إيده. نمت الليلة دي وقلبي هيطير من الفرحة. وتاني يوم كنت رايحة المستشفى أنا وبابا، واتصدمت عربيتي، ونزل صاحب العربية واعتذر، واعتذرت أنا كمان لأني لسه متعلمة السواقة. ولما وصلت المستشفى عرفت إن الدكتور اللي هيعمل عملية ملك وصل، وهو بيشوفها علشان يحدد ميعاد العملية. رحت أنا وبابا للأوضة، ولقيت ملك عند الباب وماسكة وردة حمرا. اتفضل عمو اللطيف، جبتلك وردة من دكتوري. شفتي دكتورك؟ أيوة، هو حلو قوي وطويل وعنده شعر جميل وعيون خضرة ولطيف جدا. ايه ده، هو نفسه اللي صدمني بالعربية؟ ولقيته جايلنا. دكتورة نور، أنا آسف مرة تانية أعرفك بنفسي، أنا دكتور زياد، أخصائي جراحة القلب. أنا جيت من لندن، بس أنا أصلا من مصر. تشرفت. وأنا نور. ومشيت وهي بتكلم نفسها. أنا ما سألتهوش عن تفاصيل حياته علشان يقولي كل ده. وبعد ما خلصت عرفت إن عملية ملك اتحددت بكرة الساعة 11. وتاني يوم رحت المستشفى مع بابا، وهو وحيد مع الممرضة بيستنى ملك. وبعد ساعات طويلة خرجت ملك ونقلوها لأوضتها، وأصر بابا يشوفها. وقبل ما أمشي خليت بابا يشوف ملك، وقابلت دكتور زياد وقال لي إنها هتتحسن وإن العملية نجحت. وتاني يوم بابا جاب عروسة الملك، وأنا جبت بالونات وحطيتها جنب سريرها علشان تتفاجئ بيها لما تصحى. وفضل بابا جنبها، وسبت الممرضة معاه. وتاني يوم أخدت أجازة، وفضلت أنا وبابا في البيت. وقررت أروح أنا وبابا للحديقة علشان يستمتع بالطبيعة. وكان يوم جميل جدا. بعد ما خلص اليوم رجعت أنا وبابا البيت، ولقيت سرير أطفال قدام الباب. قربت منه أشوفه، لقيت فيه طفلة وجنبها رسالة وشنطة هدومها. دخلت بابا بسرعة ورجعت أخدتها وفتحت الرسالة، لقيتها من أسماء صاحبتي. فقريت اللي في الرسالة قدام بابا. عزيزتي نور، أنا عارفة إنك مش عاوزة تشوفيني أو تتكلمي معايا، بس انت بالنسبة لي كل عيلتي. انت أختي وصديقتي، بحبك وهفضل أحبك. بس بعتذر منك، ما كنتش أعرف إنه فؤاد ما قالكيش. هو قالي إنه قالك، وكمان قالك إنه بيحبني، فعلشان كده أنا وافقت بيه. وافقت بعد ما عرفت إنك سبتيه، بس عرفت بعد الجواز إنه كذاب. هو ما كانش بيحبني وعمره ما حبني. انتي بس اللي فضلتي في قلبه وعقله من وانت صغيرة. من يوم الصباحية لما صحي ما نداش عليا باسمي، نادى باسمك انتي من غير ما يحس. وهو معايا كان بيفكر فيكي أكتر الأوقات. كان بيتخيلني انتي. بعد شهر بقت الحياة ما تنطقش معاه. هو بيتحكم فيا في كل حاجة. فكرت أمشي وأسيبه وحيد، بس رجعت لما عرفت إني حامل. ولما عرف أصر يسميها نور. أنا مش بكره اسمك، بس خفت على بنتي منه. وفي فترة حملي سافر وعمل جراحة غلط لواحد مهم جدا، كانت السبب في موت المريض. رفعت المستشفى قضية وقرايب المريض، وصرف فلوس كتير على القضية وخسرها.
وغضب جدا وقتها. وهو في الطريق لشغله جاله اتصال بفصله من مهنة الطب، وعمل حادثة ومات، وأمه من حزنها عليه ماتت. كنت قررت أولد وأفضل مع بنتي برا مصر، بس بعد ولادتها عرفت إن عندي سرطان وهو في مرحلة متأخرة. ما قضيتش مع بنتي وقت طويل، عيطت كتير لوحدي وما لقيتش حد جنبي، معرفتش ازاي اتصرف او مين هيهتم ببنتي. ما كانش في تفكيري غيرك انتي الوحيدة اللي هتهتم بيها. عارفة انه صعب عليكي وهتفكرك بالأوجاع، بس انتي الوحيدة اللي بثق فيها تربي بنتي، ولو مش عاوزة فمش هضغط عليكي. أنا قلت لصديقتي سما إن لما تيجي ساعتي توديلك بنتي، وبعد أسبوع هتروحلك تعرف قرارك هتهتم ببنتي ولا لأ. بس بطلب منك حاجة، هو إنك تسامحيني على جرح ليكي من غير ما أقصد، وإن تسامحيني أنا وفؤاد، ربنا عاقبنا إحنا الاتنين. وسامحيني لأني كنت جزء من اللي حصل لوالدتك، من أخت لأختها. نور فضلت تعيط، أبوها مسح على راسها. هعمل إيه يا بابا؟ أنا مش عارفة أقرر لوحدي، مش عارفة هعمل إيه، بس أنا مش هقدر أذيها. وبعد ساعة صحيت نور وأبوها على صوت صراخ الطفلة. غيرت لها حفظتها ولبست لها هدوم نظيفة وأكلتها. بابا، البنت سخنة جدا، لازم أخدها للمستشفى. وصلت المستشفى وعملت لها فحوصات وحرارتها نزلت. نور كانت واقفة قدام سرير الطفلة. صحيتي يا حبيبتي، انتي هادية جدا وجميلة، وعينيكي جميلة، بتضحكيلي، انتي فهماني؟ لازم أبطل كلام، المرضى هيفكروني مجنونة. وخبط الباب. اتفضل دكتورة، في واحدة عاوزاكي بره. مين؟ قالت لي إنها قريبتك. ماشي، بس خلي بالك من الطفلة لحد ما اجي. أمنية انتي هنا؟ أمنية مرات أحمد ابن عم نور. كنت عاوزاكي. انتي تعبانة؟ شكلك مرهقة ووشك شاحب. أنا تعبانة من فترة ومش قادرة أستحمل، فجيتلك تساعديني. تعالي هعملك شوية فحوصات، وبعد ساعتين استريحي واشربي العصير لحد ما تظهر النتيجة. هي هتتأخر؟ لأ، تقريبا كده بعد ساعة أو ساعة ونص. كده هتأخر على مرات عمي، لازم أمشي وانتي بقي هاتي النتيجة. هتروحي فين؟ مش هسيبك تمشي وانتي في الحالة دي. بس لازم امشي، انت ما تعرفيش مرات عمي لما تتعصب بتعمل ايه، ويبقى يومي اسود. خلاص هطلبلك تاكسي وطمنيني لما توصلي وانا هبقى اطمنك. شكرا يا نور. على ايه؟ ده انت اختي، وانا والله بعتبرك اختي من زمان وبحبك والله. هي نامت؟ الطفلة دي لطيفة جدا وهادية. سبت بابا والطفلة مع الممرضة ورحت أشوف المرضى، وبعد ما خلصت رجعت أشوف الطفلة وبابا، واتفاجئت بملك وباين عليها الغيرة من الطفلة علشان بابا بيهتم بيها. ملوكة، أخبارك إيه؟ أنا كويسة. بابا وماما هيطلعوكي النهاردة من المستشفى؟ بس جيت أودع عمو اللطيف، بس هو مشغول معاه. انتي زعلانة؟ أنا همشي ومش هلعب مع عمو مرة تانية. مين قال كده؟ مش هتيجي تشوفي جدك؟ لما تيجي تعالي شوفي عمك اللطيف. ماشي، هروح اودع دكتوري، باي. وبعد ما مشيت الباب خبط. اتفضل. اتفضلي يا دكتورة، نتيجة التحاليل. الوقت اتأخر، همشي دلوقتي واشوفها في البيت. اخيرا نامت، اشوف نتيجة التحاليل بقى. ولقيت أمنية حامل. فرحت جدا بالخبر، كنت هتصل بيها بس الوقت متأخر وقلت هكلمها الصبح. ورحت نمت، وتاني يوم جهزت الفطار وفطرت أنا وبابا، وجهزت الحليب لحبيبة، وجهزت هدومها ورحنا المستشفى وكالعادة كل يوم. بس الجديد الدكتور زياد، هو بيساعدني في بعض الأوقات، هو لطيف جدا. اتصلت بأحمد ابن عمي وقلت له إن أمنية حامل، وإنه لازم يجيبها المستشفى علشان حملها ضعيف، ولازم تتابع مع دكتور متخصص لأنها حملت أكتر من مرة، بس للأسف كل مرة بينزل. وفي بيت أحمد ابن عم نور. يا ماما، يا حاج، تعالوا بسرعة، أمنية حامل. في إيه يا ابني بتزعق ليه؟ أمنية حامل. ألف مبروك يا ابني، بس يا رب يكمل على خير، ما يروحش زي اللي قبله. هيكمل إن شاء الله يا ماما. فين أمنية؟ في المطبخ يا ابني، بتحضر الأكل وبتخلص اللي وراها، وعاوزاه يكمل وهي بتعمل كل الشغل ده. ده شغل عادي يا ابني، كل الستات بتعمله. هي وضعها غير يا ماما. ودخل أحمد المطبخ وشاف مراته مرمية على الأرض. يا حاج، اطلب الإسعاف بسرعة. وراح المستشفى. نور، شوفي أمنية. اهدى، هتكون بخير، هتابع حالتها مع الدكتور.
ودخلت أطمن على أمنية وسبت أحمد مع عمي ومرات عمي. ما تقعد يا ابني، خيلتني. أقعد إزاي وأنا شايف أمنية بالشكل ده؟ ما كانش ليه لازمة يا ابني تيجي المستشفى، كانت فضلت في البيت وكده كده الموضوع مش بيتم. قلتلك اتجوز تاني يا ابني وهات عيال، بس انت ماشي على كيف نور، تقولك خليك معاها تسمع كلامها، خد بالك منها تسمع كلامها، بقيت خدام الست هاني. يا ماما انا مش ناقص، ابعدي عني الله يخليكي. هو علشان كلامي صح اسكت؟ يا ماما بقى. احمد امك كلامها صح، لو كنت اتجوزت كان زمان عندك قرطة عيال. يا بابا بلاش الكلام في الموضوع ده انت وماما. ليه يا ابني؟ الوقت مش مناسب للكلام ده. انا كنت بحب نور بس دلوقتي بحب امنية، ولو مفكرين اني بسمع كلام نور انتوا غلطانين، ده واجبي كزوج. احمد امنية كويسة والبيبي كويس، هي جسمها ضعيف ولازم ترتاح فترة حملها وما تعملش اي مجهود، وهي هتتابع مع دكتورة ندى، وهي كتبت فيتامينات محتاجينها دلوقتي، ممكن تجيبها؟ ممكن بس اشوفها. اتفضل. وانتي يا بنتي عاجبك اللي بيعمله ده؟ هو ايه اللي بيعمله؟ مش فاهمه. رايح جاي يصرف في علاج ودواء وكده كده هينزل بدل ما يتجوز ويجيب عيال. ليه بتقولي كده؟ ان شاء الله الحمل يثبت وتفرحوا بيه، وهو بيعمل واجبه كزوج، وافرض اتجوز ومراته ما خلفتش هيتجوز تاني؟ ليه؟ هو انا هختار لابني واحدة مش بتخلف؟ ده انا هختار له ست البنات تخلف له 10 زيك، كبرتي ولسه ما اتجوزتيش وبتربي بنت كمان، مين هيقبلك بعد كده؟ هو انت تعرفي قدرة ربنا؟ ممكن تختاري 1000 بنت غير أمنية تخلف بس ما تخلفش، ربنا رايد كده. أما أنا راضية بحالي، ممكن ربنا يبعت ابن الحلال واتجوز واخلف كمان. تخلفي في السن ده؟ ما افتكرش، ده انت بقيتي 31 سنة وعاوزة تخلفي؟ بطلي كلام يا ولية ملهوش لازمة. نور هتتجوز ان شاء الله وربنا هيكرمها. أول مرة قلبي يفرح من كلام عمي، وفي نفس الوقت كان الدكتور أحمد مراقب الموقف من بعيد، وبعد أسبوعين من متابعة أمنية مع الدكتورة اتحسنت، وأحمد دايما بيهتم بيها. أما بالنسبة لأمنية، إنها في عيلة وكل الشغل عليها لأنها مرات الكبير في العيلة، أحمد قرر إن أمنية تبقى في عيشة لوحدها علشان الحمل يكمل. مرات عمي عرضت في الأول بس عمي وقف مع أحمد، وهي بعدها وافقت. أما بالنسبة لشغلي فمفيش جديد، وأما حياتي فأنا اتعلقت بحبيبة جدا، حبيت طريقة كلامها، أنا قررت إنها تفضل معايا وهربيها، ومش مهم أتجوز، والمهم إني مخليهاش تحس بالوحدة. أما بابا فما تحسنش كتير عن الأول، وأنا متفائلة وبإذن الله هيتحسن. ورن التليفون. رقم مين ده؟ ألو. السلام عليكم، أنا سما صديقة أسماء. وعليكم السلام. أنا هجيلك قريب وقلت أعرفك علشان ما تنزعجيش. مفيش داعي، ممكن تيجي في أي وقت. تمام، مع السلامة. سلام. حسيت إن هفقد جزء مهم مني، بس بعدت المشاعر دي لأني قررت إن حبيبة هتفضل معايا. رحت تاني يوم المستشفى أنا وبابا وحبيبة، وسبتهم كالعادة مع الممرضة، ورحت أشوف المرضى، وفي الاستراحة رجعت أطمن على بابا، لقيت الدكتور أحمد عنده. أنا عارف إن في البداية لازم آخد رأيها، بس قلت لازم آخد رأيك الأول. أنت عارف إن نور ما تعرفنيش ولا تعرف عني حاجة، ومش عارف هتوافق عليا ولا لأ، بس هقولك كل حاجة عني. أنا الابن الوحيد لبابا. بابا مات هو وماما في حادثة وأنا عندي 8 سنين، وأنا عندي دلوقتي 35 سنة، وتربيت في بيت عمي. عمي ما عندهوش أولاد، وأنا بالنسبة له ابنه، وهو بالنسبة لي والده، وزوجته هي أمي. عندي من المال ما يكفي لأعيش. أنا دكتور جراح قلب، بس قبل ما أكون دكتور فأنا إنسان. حبيت بنتك ومش عارف هتقبلني ولا لأ، بس جيتلك أطلب إيديها. عملت نفسي ما سمعتش حاجة وفتحت الباب. بابا. دكتور أحمد بتعمل إيه هنا؟ أنا جيت أطلب إيدك من والدك، هتوافقي تكوني مراتي؟ أنا؟ ما تتسرعيش وخدي وقتك في التفكير. وخلص اليوم ورجعت أنا وبابا البيت، ودخلت أوضتي وفضلت أفكر في اللي قاله أحمد. هو مختلف جدا عن فؤاد، وحسيت بشعور حلو اتجاهه. مش عارفة إيه هيكون قراري، بس مش عاوزة أظلمه لأن سني كبر ويمكن ما أقدرش أخلف بسبب سني. مش عارفة أعمل إيه. بابا خلصت، هنتأخر على المستشفى. وخبط الباب. غريب، مين جاي بدري كده؟ فتحت لقيت بنت عصرية
ولابسة هدوم قصيرة وشعرها مفرود. أهلا، انتي نور؟ أنا نور. أنا سما صديقة أسماء. اتفضلي. انت رايحة في حتة؟ كنت رايحة شغلي. أسفة إني جيت فجأة. لو كده هروح فندق. ما تقلقيش، ممكن تستني وهسيبك ترتاحي واخد بابا وحبيبة معايا. ممكن تسيبي حبيبة، أنا اشتقت لها قوي، بس انتي مرهقة. ما تقلقيش، أنا بحبها جدا وههتم بيها. ماشي، هسيبها وهسيب بابا وهبعت ممرض يهتم بيه. تمام ماشي، سلام. وسما بتشاورلي وبتبتسم. حسيت بحاجة غريبة، بس شكلها بتحب نور فعلا. صغيرتي الغالية، هاخدك معايا ما تقلقيش. انت يا عجوز، يلا على غرفتك، سيبني ارتاح، ما تبصليش كده، انا عارفة انك ما بتعرفش تتكلم. ورن تليفونها. الو، انا وصلت. هتفضل معايا، انا هاخدها هي والفلوس، ما تقلقش، يلا اقفل السكة. انت لسه هنا؟ عندك فضول تعرف؟ اسمع، أنا صديقة أسماء، بس بحب فلوسها جدا، علشان كده صاحبتها وخليتها تحبني. أخدت من وراها فلوس كتير، وهاخد أكتر من بنتها الطفلة دي. الطفلة دي ورثت المليارات من ورا والدتها ووالدها. هخلي بنتك توقع لي على وصايتها، وهاخدها وهربيها، ولما تبلغ السن هخليها تديني كل فلوسها، ولو رفضت هتخلص منها. وانت ما بتعرفش تتكلم ومش هتقول حاجة لحد، صح؟ بالمناسبة شكلك وسيم، لو بتقدر تتحرك يمكن كنت أغريتك وخليتك ليا. بالمناسبة أنا جميلة صح؟ ومشيت. أحمد والد نور بيتكلم في نفسه. هخليكي تندمي على كل اللي حكيتيه. انت بنت سيئة، أبدا مش هنجذب لواحدة زيك، فمراتي كانت أفضل امرأة قابلتها، وانت مجرد قذارة أخلاقية. وفي المستشفى. أنا جيت من هنا، أنا هروح من الطريق التاني. نور، يا نور استني، انت بتتجاهليني؟ لا أبدا. انت ليه مش موافقة؟ أنا رايحة أشوف مريض. بالمناسبة شكلك جميل وانت متوترة. لا أبدا، مش متوترة ولا حاجة، عاوزة أتكلم معاكي. اتفضل. مش هنا، تعالي معايا. زياد مسك ايدي وشدني معاه، قلبي كان هيقف من التوتر وخدودي بقت حمرا. قلتي انك مش متوترة؟ نعم. طيب يا حبة طماطماية، بقيتي زيها. أنا؟ جميلة جدا. إحنا رايحين فين؟ لحظة واحدة وهتعرفي. وصلنا، وقعدنا وقتها في الجنينة اللي قدام المستشفى، في مكان منعزل عن أي مرضى، وفي نفس الوقت هادي. زياد جاب لي برجر وكولا. اتفضلي. شكرا. أنا عاوزة أتكلم معاكي وأعرفك على نفسي وحياتي، مش عاوزك تقلقي وتسمعيني للآخر وبيقولي رأيك. ماشي طيب. أنا قلت لباباكي قبل كده إن دكتور جراحة قلب، وبابا وماما متوفيين وأنا عندي 8 سنين، وعمي ومراته هما اللي ربوني، وهما بالنسبة لي أمي وأبويا، وأنا دلوقتي عندي 35 سنة. ممكن تسأليني ليه الفترة دي كلها ما اتجوزتش؟ بس دي حياتك الخاصة وأنا ماليش علاقة بيها. لا ليكي، لأنك أكتر إنسانة أنا حبيتها وتعلقت بيها بعد كل الوقت ده. أنا بحبك. أنا كنت قافل قلبي عن الحب من زمان، كان عندي قصة حب وأنا صغير، وكنت متعلق بالبنت دي قوي، بس من يوم الحادثة وأنا سبت البلد، ولما رجعت الأماكن اتغيرت، ما بقيتش عارف أي حاجة عنها، وأول ما شفتك كل الإحساس ده راح، لأني حبيتك. أنا مش عاوزك تتسرعي، عاوزك تفكري، لأنك لو رفضتي أنا هقفل قلبي على حبك وعمري ما هحب تاني. وقعدت معاه وفضلنا نتكلم في حاجات كتير، وطلع ان احنا عندنا عادات مشتركة مع بعض. وخلصت الشغل ورجعت البيت. اهلا حبيبة، عذبتك؟ لا، هي لطيفة جدا. دكتورة نور، ممكن امشي دلوقتي؟ اتفضل، شكرا. ما كانش فيه داعي تخليه يجي، حبيبة هادية، وعمي ما كانش هيتعبني لو فضلت معاه. ما اقدرش اسيب بابا معاكي لانه هيتحرج يطلب منك حاجة. الاكل حلو قوي، تسلم ايدك يا نور. شكرا، انا بحاول اتعلم. عمي، انت عاوز حاجة؟ قولي، انا زي بنتك. شكلها لطيفة مع بابا، وانا اللي كنت قلقانة على الفاضي. وقال ابوها في نفسه، هتشوفي هكشفك، بس مش دلوقتي، انا مستني لحد ما اجمع معلومات عنك. بعد ما خلصت سما الاكل راحت تلعب مع حبيبة. نور، ممكن تديني وصاية حبيبة؟ انت بتقولي ايه؟ انا بحب حبيبة، وانا كشفت من فترة وعرفت اني مش هخلف، عاوزة اربيها، ما اقدرش اتبنى طفل بسهولة واتعود عليه زي حبيبة. ارجوكي وافقي. مش عارفة اقولك ايه، بس هفكر في الموضوع ده. هجهز الاوراق على ما تقرري.
أرجوكي وافقي، ما تكسريش قلبي. قلبي رق لكلامها وما قدرتش أرفض. بتعملي إيه يا بنتي؟ هتدي لها حبيبة لعديمة الإحساس دي؟ شفتي يا عجوز، بنتك هتوقع لي النهارده، ده وقتها هاخد حبيبة وكل الأملاك هتبقى ليا. انت عارف انا حزينة لاني مش هشوفك. انا اتعودت اشوفك كل يوم الصبح. انت زعلان؟ شكلك زعلان عليا يا حبيبي. زعلان عليكي لانك مش هتحققي اللي انت عاوزاه، هخليكي تندمي، وبنتي مش هتمضي على حاجة. مسك التليفون وبعت رسالة. وفي المستشفى أنا اتفاجئت من الاتصال والكلام اللي قالهولي المتصل. شكرا، هعمل المطلوب وهقابلك في البيت لما أرجع. تمام، ما تقلقيش، سلام. وبعد ما خلصت الشغل رجعت البيت ولقيت سما حضرت الأوراق ومستنية توقيع. الأوراق أهي، أرجوكي امضي عليها بقى. همضي، بس ازاي هتواصل معاكي؟ تتواصلي معايا؟ أيوة، مش لازم أطمن على حبيبة ولا إيه؟ آه طبعا، اديني عنوانك ورقمك وكمان صورة لجوزك ولبيتك. ليه كل ده؟ قلتلك علشان أطمن عليها. سما اديتها عنوانها ورقمها وصورة جوزها. هتوقعي دلوقتي؟ هو انتي ليه مستعجلة كده؟ علشان عاوزة حبيبة تبقى بنتي، برتاح وقت ما بشوفها. ماشي. وقطعت الأوراق. ايه يا مجنونة، بتعملي ايه؟ مش هتبقى بنتك. ازاي تبقى بنت حرامية خدعت اكتر من شخص وعاوزة تستغل الطفلة دي؟ اه يا حقيرة، هاخد البنت وهموتك. اعمليها كده ووريني. اتفضل اقبض عليها يا حضرة الضابط. الأوراق دي تثبت اللي قالت لكم عليه حضرة الضابط، ده تسجيل ليها بصوتها واعترافها على نفسها. بابا انت بتتكلم أخيرا؟ وكمان بتحرك، أنا لقيت سبب لأتعافى، وهو إني أكشفها قدامك. تعالي معايا. اكتشفت بعد القبض على سما إنها اتجوزت أكتر من مرة وسرقت فلوسهم واتحكم عليها بأكتر من 10 سنين، واتبنيت حبيبة بشكل رسمي. والفضل لوالدي هو وزياد. لما كانت بتهدد كان بابا اتصل بزياد، وزياد سمع كل الكلام وكتب بعدها بابا رسالة إنه يحقق في موضوع سما. وكان بابا بيستعجله قبل ما أمضي، ولما جمع زياد كل الأدلة عنها قرر يقولي، واتفقت معاه والحمد لله مسكناها. أما بالنسبة لحياتي العاطفية، رحت المستشفى لقيت زياد قدامي ومبتسم لي ومعاه وردة حمراء. اتفضلي. ميرسي. هي مش بجمالك طبعا. ضحكت له وسبته وخدت الوردة ووقفت في مكان يكون شايفني، وبعت له رسالة وقلت له إني موافقة، واستنيت أشوف ردة فعله. بجد؟ أكيد طبعا. يلا علشان أقابل باباكي. دلوقتي؟ آه طبعا. أنت مجنون، إحنا لسه في الشغل. هروح أخد أجازة ليا وليكي، يلا. أنت مجنون بجد، الوقت اتأخر وكمان عندي مشوار مهم. بكرة أجازة، تيجي براحتك أنت وعيلتك. أقنعتيني والله، مش هعرف أروح من غير بابا. فكر كده وبالراحة. هنفضل نتكلم في الموبايل كده كتير؟ انا عاوز اكلمك. ما احنا بنتكلم اهو، رسايل وانتي واقفة قدامي، ابقى شايف القمر قدامي ومعرفش اتكلم معاه. كنت مكسوفة من كلامه، اول مرة احس الاحساس ده. رحت لها ومسكت ايديها. انتي جميلة قوي وانتي مكسوفة، ما تقوليلي ايه المشوار المهم اللي هتروحيه؟ رايحة اشوف احمد وامنية. ليه، في حاجة؟ امنية ولدت وجابت احلى توأم وخرجت امبارح، ولازم اروح لها النهاردة علشان اشوفها. تسمحي لي اجي معاكي؟ طبعا موافقة، وبعد الشغل، بس لازم ناخد مواصلات لان النهاردة ما جبتش العربية. انا معايا العربية بتاعتي. وصلنا البيت عمي. عيلتك حلوة قوي. الف مبروك يا احمد انت وامنية. الله يبارك فيك يا حبيبتي. وحضنتها وقتها علشان اشوف ردة فعل زياد، لقيته اتعصب قوي. هتسموا ايه بقى؟ محمود وامل. الله، حلوين. نور، ممكن نمشي دلوقتي؟ الف مبروك مرة تانية، مع السلامة. يلا علشان اوصلك، انا بيتي قريب من هنا، ممكن تمشي دلوقتي، الوقت اتأخر وانا دقيقتين وهوصل على طول. لا، هوصلك. طيب ماشي. وبعد دقيقتين، ده البيت بتاعي، اتفضل معايا. الوقت اتأخر، بكرة هجيلك في ميعادنا. طيب هستناك وخلي بالك من نفسك. استنيت نور لحد ما طلعت. حسيت احساس حلو قوي، بس حسيت ان المكان ده انا جيته قبل كده كتير. ورن تليفون زياد. ازيك يا بابا؟ انت فين؟ اتأخرت ليه؟ كنت بوصل نور وانا جاي في الطريق. توصل بالسلامة يا حبيبي. بابا، هو بيتنا القديم كان فين؟ بتسأل ليه يا زياد؟ مكان بيت نور، حاسس ان هو العنوان بتاعنا، هبعتلك العنوان في رسالة. هو يا ابني نفس المكان، بيتنا العمارة اللي قدامه. بجد؟ يعني البنت اللي حبيتها وانا صغير هي نفسها نور؟
أكيد لو اسمها نور أحمد محمد محمود. هي يا بابا، هي نفسها. أنا اتفقت معاها إن هخطبها بكرة، بس مش قادر استنى أكتر من كده. أنا جايلك في الطريق أنا وأمك، خلي بالك من نفسك وانت جاي. وجريت على عمارتنا فرحان، وطلعت لشقتنا وفتحت اوضتي اللي كان عمي بيقول انه كان بيبعت حد باستمرار ينظف الشقة، وفتحت الشباك اللي قصادنا وبعت لها رسالة: افتحي الشباك. انت بتعمل ايه؟ من 28 سنة حبيت بنت كانت ساكنة في العمارة اللي قدامي، وبكرة هخطبها. تقصد ايه؟ انتي، انا مش قادر ابعد عنك اكتر من كده. عاوز اخدك في حضني واصرخ بصوت عالي واقول بحبك. انا بحبك. ماما وبابا في الطريق، هطلب ايدك بشكل رسمي. انت فعلا مجنون. ازاي تحب وانت عندك 8 سنين وكمان بنت عندها 5 سنين؟ حبيتك من قبل ما تتولدي. كنت بقضي اكتر الوقت مع مامتك وهي حامل، وكنت دايما بحضنها وكأني كنت بحضنك انتي. ازاي معرفتش بابا؟ لاني ما شفتوش وانا صغير. كنت بقضي الوقت مع مامتك، وقبل ما باباكي بيرجع من الشغل كنت بمشي. ممكن نتقابل نقعد مع بعض دلوقتي؟ على سطح عمارتكم دلوقتي. وطلعت بعد ما المجنون ده قفل قبل ما ارد عليه. شكلك حلو قوي. اسفة، طلعت بالبيجامة من غير ما بابا يحس. اتفضل. ميرسي على القهوة. اتفضل، عملتلك حاجة كده على السريع. تسلم ايدك، بس ايه الاهتمام ده؟ كنت بعملك قهوة وقلت اكيد جوعت زي. بصراحة وقعدنا نتكلم لحد ما الساعة بقت 7 الصبح. وقتها بابا اتصل وقال له انه وصل. هنزل اجهز نفسي واقول لبابا. دقيقة واكون معاكي. ونزلت وقابلت بابا وماما ولقيتهم جايبين هدايا لنور وباباها، لانهم ما تقابلوش من فترة. وطلعنا واستقبلنا والد نور. اتفضل يا ابني. احب اعرفك، ده بابا ودي ماما. تعرفني على مين يا ابني؟ دول عشرة عمري. طالما كده بقى، فين نور؟ مستعجل انت كده على طول، دقيقة وهتكون هنا. كنت مكسوفة قوي ورحت وقدمت العصير، وكنت هدخل تاني. اتفاجئت بحد بيشدني وبيقعدني جنبه. نور حبيبتي. ماما وبابا. حبيبتك حبيتوا بعض امتى؟ حبيتها من 28 سنة. ازاي يا ابني تحب واحدة عندها 5 سنين؟ حبيت فيها ايه دي؟ عمي، انت شكلك بتطول في الموضوع. انا عاوز اتجوزها دلوقتي علشان تبقى جنبي. انا هدخل اوضتي يا بابا. طيب يا حبيبتي ارتاحي انتي ما نمتيش من امبارح. انا؟ اتفضلي جنبي، هننزل نجيب الشبكة وهنتجوز. يا ابني دي بنتي الوحيدة، لازم افرح بيها. موافق، بس نجيب الشبكة النهاردة وبكرة نختار احلى عفش ونتجوز. لا، هننزل نجيب الشبكة وبكرة هنتجمع احنا والعيلة ونحتفل، وبعد شهر تكونوا اخترتوا العفش. دي بنتي الوحيدة ولازم افرح بيها، وانت هتاخدها تنور بيتك وانا افضل لوحدي من غير نور. موافق، بس من ناحية النور ما تقلقش، احنا 24 ساعة هتلاقينا عندك، وكمان هنسكن في العمارة اللي قدامك، وكمان بابا هيكون في الشقة اللي جنبك. كده يبقى انا موافق وما عنديش مانع تتجوزوا دلوقتي. يلا قبل ما يغير رأيه. كده يا بابا بتستغنى عني بسرعة كده؟ ازاي يا نور؟ ده انتي اغلى حاجة عندي، انا عايش بسببك. زياد ضحك. اوعى تكون غيران اني بدلعها وحضنها، دي بنتي يا عبيط. انا فرحان قوي علشانكم يا ولاد، ربنا يجمعكم على خير ويفتح لكم ابواب السعادة. اللهم امين يا عمي. ممكن اخد نور وننزل نشتري الشبكة واعزمها على الغدا بره؟ ماشي يا ابني. يلا يا نور. زياد مسك ايدي وجري. زياد استنى اغير بس. لا، انتي حلوة قوي على فكرة بالفستان. ميرسي. انتي مكسوفة قوي كده ليه؟ اول مرة امشي مع حد غير بابا. حد؟ انا حد؟ ان شاء الله مش هتمشي الا وانتي ايدك في ايدي. يلا يا حبيبتي، انتي وشك بيحمر قوي كده ليه؟ انا؟ انا بعشقك يا حبة الطماطم. وصلنا لمحل الدهب واشتريت، والأول مرة حاجة من اختياري. حبيتها قوي. حتى زياد قال لي ان ذوقي حلو قوي. صحيح في فرق، اول مرة احس بالشعور ده، اول مرة احس اني مخطوبة. بعدها زياد اخدني على المطعم واتكلمنا كتير قوي. ايه رأيك نقعد على البحر شوية؟ ماشي، موافقة. أجمل إحساس بجد إنك تحب إنسانة تختارها وكمان تكمل حياتك معاها. ونور مش مجرد إحساس، هي روحي. ممكن كنت مستعجل بالاتفاق، بس ده لأني مش قادر أبعد عنها. طول ال28 سنة كنت بفكر فيها، وكل تفصيلة كنت بتخيلها وأقعد أحكيها لها. بابا بيتصل. يلا نمشي، أكيد قلقان عليكي. عمي، زي ما اتفقنا بكرة الخطوبة.
وأنا عندي وعدي، كلمت كل القرايب وهيجوا بكرة إن شاء الله. باي، أشوفك بكرة. زياد شد إيدي وبسها، وأنا شديت إيدي وجريت على أوضتي، وبعد ساعة رن التليفون. أيوة يا زياد. سبتلك هدية قدام الباب، ممكن تشوفيها وتقولي لي رأيك؟ أوك ماشي. وجريت على الباب، لقيت هدية ملفوفة بشكل جميل قوي. دخلت أوضتي وفتحتها ولقيت فستان أبيض جميل. كلمته، جميل قوي يا زياد، عاوزك تلبسيه بكرة في الخطوبة. ماشي. وقعدنا نتكلم لحد قبل النهار بساعتين، وفي آخر جملة قلت له إني أسعد واحدة في العالم وإني بحبه قوي. عمي نور فين؟ انت يا ابني أول ما بتدخل من الباب بتسأل على نور. ما تقلقش، دقيقة وتكون قدامك. نور كانت قاعدة مع أمنية. ده أجمل يوم في حياتي يا أمنية، عقبال ما تفرحي بمحمود وأمل. ربنا يخليكي يا نور. أمنية بعد ما خلفت وسمت عيالها على اسم حماها وحماتها، طاروا بيها من الفرحة واعتبروها بنتهم وبيحبوها أكتر من بنتهم كمان. يلا نطلع، ده العريس كل دقيقة بيسأل عليكي. كنت هموت من الكسوف والكل بيبص عليا. ايه الجمال ده كله؟ نور اتكسفت زي عادتها. خلاص وشك بقى زي الطماطماي. لازم تبقى حلوة من هدايا آخر الليل. بابا، عندي مفاجأة ليكم، أنا جبت المأذون وهنكتب الكتاب وبعد شهر نعمل الفرح وتنقلوا لبيتكم الجديد. انت أحلى أب في الدنيا، أنا بحبك قوي. كده يا بابا مستعجل وعاوزني أمشي بسرعة؟ مين قال كده؟ خلاص بلاش الجوازة دي. نور، خلاص يا بابا. أنا رايحة فين؟ هتقعدي جنبي؟ مش كفاية ما نمتش لحد دلوقتي من كلمة بحبك دي؟ طيب سيب ايدي. مش هسيب، وهتعترفي انك بتحبيني قدامهم. لحد بعد الكتاب وهو ماسك ايد نور. خلاص يا زياد، الكل هيلاحظ. وفيها ايه، انا ماسك ايد مراتي. طيب يا حبيبي بحبك. حبيبي وبحبك. ولقيت نور سابت ايدي وراحت لباباها. وبعد خطوبتي اخترت الجهاز كله على ذوقي، وجي ميعاد فرحي واتعمل لي احلى واجمل فرح. واكتر حاجه كانت قلقاني ان اكون ما بخلفش لان السن كبر، بس كان عندي ايمان في ربنا قوي. علشان كده ربنا كرمني ب3 توائم، ولدين وبنت. وحبيبه كانت مبسوطه ان عندها اخوات، سميت بنتي على اسم امي الله يرحمها زهره، والولدين واحد على اسم والد زياد المتوفي محمد، وأحمد على اسم بابا. وزياد كان ليا سند وزوج مثالي، ولحد دلوقتي بيقولي يا حبة الطماطم. ودي نهاية صبر الإنسان ويقينه بالله، حسن الظن بربنا مطلوب. ودي كانت قصة حقيقية. وكده تكون انتهت حكايتنا. بتمنى تكون عجبتكم، وما تنسوش اللايك والاشتراك، وهستنى رأيكم في التعليقات. وإلى اللقاء في حكاية جديدة أخرى.